يا مساء الفل عليكم. النهارده ان شاء الله هناخد الباترون الاساسي للكورساج. هنعرف يعني ايه باترون، هنعرف يعني ايه كورساج. هنعرف ليه اهميه ولا لا، هل لازم كل الموديلات يتعمل لها باترون ولا لا. بس قبل ما ابتدي يا ريت تشتركي في القناه وتكتبي لي في التعليقات هل بتستفادي فعلا من شرحي وبتفهمي كويس من الشرح ده ولا لا. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه باترون. باترون يعني نمط. يعني ايه نمط؟ يعني بنطبق المقاسات الأول على الورق قبل ما بنطبقها على القماش. ليه؟ مراعاة لأي خسائر، يعني عشان ما يحصلش لخبطة في القماش يعني الغلطة في القماش ما ينفعش إنها تتصلح بدل ما القماش يبوظ. طب هل كل الموديلات محتاجة باترون؟ لا، مش كل الموديلات محتاجة باترون. طب هل ينفع اخد المقاسات على القماش على طول من غير باترون؟ ايوه طبعا، ممكن تاخدي المقاسات على القماش على طول ومش محتاجة باترون الا في حاجات معينة، الحاجات اللي فيها قصات كتير فيها شغل كتير صعب انك تطلعيها على القماش على طول، فلازم تعملي لها باترون. حاجة فيها قصات، حاجة فيها كده عشان تطلع مظبوطة، يعني لازم تعملي لها باترون عشان تطلع مظبوطة. يعني لازم تتعلمي الباترون الأساسي حتى لو هتطبقي على القماش على طول. طيب، هل أنا بقى اللي بكلمكوا بطبق على الباترون وبعد كده بحط على القماش؟ بصراحة لأ، أنا بحط على القماش على طول وبعلم بحاجة اسمها مارك. مارك دي حاجة عاملة زي الطباشير كده، بتعلم على القماش وبعمل الحاجات اللي أنا بعملها هنا على القماش وخلاص، والمارك ده مجرد ما يعني بتنفضي القماش بيروح من القماش على طول. طيب يلا نبتدي بقى نشوف الباترون ده ايه. يعني ايه هو الكورساج؟ الكورساج ده اللي بيتعمل منه البلوزة، بيتعمل منه الفستان، يعني هو ده الكورساج، ده اسمه كورساج. فده ممكن يطلع منه حاجات كتير قوي. طب يلا نبتدي. اول حاجة في الباترون لازم تعرفيها انك تعملي مستطيل. ماشي، المستطيل ده عرضه كام وطوله كام؟ قبل ما نبتدي عايزة اقولك ان هي دي المقاسات اللي احنا خدناها، ماشي، اللي هنطبق عليها ده تقريبا مقاس لارج او حاجة اللي هنطبق عليها الباترون. طيب، خدنا عرض الكتف، ماشي، سيبك من دوران الرقبة، ده هقولك بيتاخد ازاي. خدنا دوران الصدر، دوران الوسط، دوران الهنش. المقاسات الأساسية عرض الكتف، ماشي، دوران الصدر، دوران الوسط، دوران الهنش، تمام، طول الأمام اللي هو الطول من الكتف للوسط. دي المقاسات الأساسية اللي احنا هتتاخد. باقي الحاجات دوران الرقبة، طول حردة الإبط، الحاجات دي هتطلع بحسبة أنا هقولك عليها وأنا شغالة. ولازم تعرفي ان عندنا حاجتين، عندنا حاجة اسمها اطوال ودورانات. اطوال اللي هي زي طول الامام من الكتف للوسط، او طول الصدر اللي هو من الكتف لحد الصدر، اعلى نقطة في منطقة الصدر، دي الاطوال. طب الدورانات، الدورانات دي اللي هي الحاجات اللفة اللي بناخدها بدوران الجسم كله. الدورانات دايما بتتقسم على 4. الأطوال بتتساب زي ما هي ما بتتقسمش، وعرض الكتف بيتقسم على 2. ده ثابت، يعني انت كده احفظيها اسطمبة. كل الدورانات بتتقسم على 4، والأطوال ما بتتقسمش على حاجة خالص، بتفضل زي ما هي ما بنلعبش فيها. عرض الكتف بس هو اللي بيتقسم على 2. تمام. طب احنا ليه بنقسم الدورانات على 4؟ ده باترون. باترون يعني ايه؟ يعني نمط. احنا رسمنا كده، خدنا المقاسات، خدنا هنا الربع، ربع دوران الصدر، ربع دوران الوسط، ربع دوران الهنش، خلاص. فهو ده الورق. لما بنيجي نحط القماش بنتني القماش حتتين كده وناخد المقاسات. القماش بتبقى مفرودة كده، احنا بنتنيها حتتين وناخد المقاسات، فخدنا المقاسات، خدنا الربع. فلما بنيجي نفتح بتبقى ايه؟ ده ربع وده ربع، يعني ده نص، ودي الامام مثلا. فيجي الخلف نفس الحكاية، بيبقى ربع وربع فبيبقى نص. فعشان كده الدورانات بناخد الربع فيها. طب يلا نبتدي بقى. اول حاجة هنعمل مستطيل. هنعمل مستطيل طوله ايه وعرضه ايه؟ هنعمل طوله الطول اللي احنا عايزينه، طول الكورساج اللي احنا عايزينه. يعني لو مثلا عايزين نعمل بلطو طويل لحد طوله 110 سنتي مثلا، فبناخد طول الباترون 110 سنتي. عايزين نعمل بلوزة قصيرة 50 سنتي، فبناخد طول الباترون 50 سنتي. بس انا دلوقتي هاخد حاجة تعدي دوران اكبر حجم، تعدي الهانش. ليه؟ عشان ارسم لكم الهانش كمان وناخد مقاس الهانش. فانا ممكن اعملها 70 سنتي، فانا هاخد طول الباترون 70 سنتي. هنقيس 70 سنتي وهنعلم. خلاص، ده طول الباترون. هنجيب ازاي العرض المستطيل؟ هنجيب اكبر رقم في ربع الدورانات ده. طب ايه اكبر رقم في ربع الدورانات ده؟ دوران الهانش.
هل كل الباترونات لازم ناخد عرض المستطيل يبقى اللي هو ربع دوران الهانش؟ لا، عشان احنا هنا طول الباترون طويل 70 سنتي فهنعدي على الهانش، فعشان كده هنحتاج ربع دوران الهانش. طب لو احنا عاملين حاجة مثلا طولها 40 بس وخلاص، يبقى هناخد ايه؟ ربع دوران الوسط اللي هو 21. تمام، بس انا دلوقتي هاخد 27، هو ده عرض المستطيل. خلاص، يبقى احنا خدنا الطول اللي احنا عايزينه، العرض اكبر رقم في ربع الدورانات. هنرسم المستطيل. خلاص احنا كده رسمنا مستطيل، يبقى احنا كده عندنا مستطيل طوله الطول اللي احنا عايزينه، عرضه اكبر ربع دورانات من الدورانات دي. بعد كده هنرسم خطين. ايه هما الخطين دول؟ اول خط طول الامام اللي هو من الكتف للوسط، هنرسم الخط ده اللي هو طلع 48. وهنرسم خط تمام. نرسم خط تاني اللي هو طول حردة الإبط، هيطلع ازاي؟ اللي هو طول الأمام اللي هو من الكتف للوسط هنقسمه على 2، 48 على الاتنين هيطلع 24. فهنقيس 24 وهنسطر خط. تمام، خلاص احنا كده عملنا شكل الباترون الأساسي. طيب هنيجي نعمل ايه دلوقتي؟ عندنا ورقة المقاسات اهي. هناخد ربع دوران الصدر اللي هو طلع 25 وهنعلم علامة على الخط ده وهنعلم علامة. خلاص، هناخد ربع دوران الوسط اللي هو طلع 21 وهنعلم علامة. هناخد ربع دوران الهانش 27، هناخده ازاي؟ هننزل من اخر خط عندنا هنا من 18 ل 20 سنتي، ده رقم ثابت 18 ده هنا. فهناخد كام؟ 27. عملنا المستطيل الطول اللي احنا عايزينه، العرض اكبر ربع دوران خدناه من الارقام النهائية الاخيرة، مش اكبر اللي هو 100 و200 وتاخدي كده، لا اكبر ربع دوران. خلاص، رسمنا خطين. اول خط من الكتف للوسط 48، بعد كده قسمنا ال 48 دي على الاتنين ورسمنا الخط ده. هنا دي هتكون طول حردة الإبط، عشان كده خدنا بعد كده ربع دوران الصدر اللي هو كده، وعلمنا ربع دوران الوسط ده وربع دوران الهانش اللي هو هنا. خدنا من هنا لهنا كام؟ 18 سنتي. خلاص، نيجي بقى نرسم عرض الكتف. نبتدي بقى في الرسم الحقيقي للباترون. عرض الكتف كام؟ هنقسمه على 2، 40 على الاتنين 20. اتقسمت على الاتنين ده ثابت. تمام اهو عرض الكتف ونعلم علامة اهو. طيب دوران الرقبة بنجيبه بطريقتين. دوران الرقبة بيتجاب ازاي؟ يا اما عرض الكتف على 5، يا اما ربع دوران الصدر على ال4، يا بالطريقة دي يا بالطريقة دي. طب امتى نستعمل الطريقة دي وامتى نستعمل الطريقة دي؟ نعمل عرض الكتف على 5 اذا كنا عايزين الرقبة واسعة، نعمل بلوزة رقبتها واسعة مش واسعة قوي، يعني واسعة مريحة شوية، مش مقفولة قوي على الرقبة. طب امتى نعمل ربع دوران الصدر على 4 اللي هو 25 على 4؟ لو عايزين الرقبة بتاعتنا تبقى ضيقة، اللي هو لو هنعمل شميز مثلا الرقبة تبقى حوالين رقبتنا بالظبط، ما ينفعش تبقى واسعة، ساعتها بنستعمل الطريقة دي. فاحنا دلوقتي هنستعمل الطريقة دي، هنستعمل ربع دوران الصدر على ال4 اللي هو 25 على 4 هيطلع 6.5، 6.5 وهنعلم علامة. تمام، وهننزل من هنا 2 سنتي ثابت، ال2 سنتي دول ثابت وهنعلم علامة. نعمل ايه بقى؟
نوصل بقى، نعمل هنا، نعمل كده مستطيل هنا، تمام. خلاص، نطلع من هنا سنتي ولا سنتي ونص ولا حاجة، وننزل بشكل دائري كده اهو. دي دوران الرقبة من الخلف، ده باترون الخلف. طيب الكتف هنوصل كده بكده؟ لا، الكتف بننزل من 3 ل 4 سنتي ثابت. انا بنزل 4 خلاص، وبنبتدي نوصل. بعد ما ننزل نوصل خلاص. هو ده الكتف. في حاجات احنا مش محتاجينها عشان تبقوا عارفين، دي احنا مش محتاجينه، الجزء ده احنا مش محتاجينه. طيب، ومن الكتف ننزل خط مستقيم للخط ده، تمام. دي حردة الإبط، بس مش هتبقى كده، هنطلع 8 سنتي. ال8 سنتي دول ثابت، تمام. ومن هنا من عند ربع دوران الوسط اللي خدناه لل8 سنتي بنبتدي ناخد بشكل دائري. دي حردة الإبط، والجزء ده احنا مش عايزينه طبعا، خلاص. احنا هنقص الجزء ده بس. نوصل من هنا لهنا، تمام، ونوصل من هنا لهنا. خلاص، هو ده الكورساج الاساسي اللي احنا بنستعمله. طيب انت لو عايزه تقصي، ده اللي هيتقص، الجزء اللي متعلم جامد ده اللي هيتقص لحد طبعا الطول، هو ده الجزء اللي هيتقص. ملناش دعوه بدول، ده دي المقاسات اللي احنا خدناها. انا دلوقتي ما ينفعش اسيبك كده. انت لو عايزه تقصي بلوزه ينفع تقصيها كده وفي الاخر المقاس يطلع مظبوط وكده؟ لا، احنا ما بنعملش كده في البلوزات والحاجات دي، او الدريسات والكلام ده، ما بنقصش بالشكل الحاد قوي بتاع الوسط ده. ما ينفعش تيجي عند الوسط وتضيقيها قوي من هنا وبعد كده تطلع عند الهانش. الحاجات دي للحاجات المجسمه قوي. طب انت لو عايزه تعملي بلوزه واسعه، فبنيجي نوصل من هنا لهنا. لو انت عايزه تعملي بلوزه من حده الابط بنعمل كده. لو انت عايزه تعملي بلوزه مريحه واسعه، عشان ما تبقيش ايه تعمليش الحاجه وتبوظ منك وفي الاخر ايه تدعي عليا، تمام. واضح؟ لو انت عايزه تعملي بلوزه تبقى نازله واسعه وكويسه، بتتجاب كده، بتوصلي على طول من حده الابط لحد ربع دوران الهانش، بتبقى هي دي الشكل النهائي. وده شكل البلوزات اللي انت بتجيبيها من بره على فكره. طيب مش عايزه توصليها تبقى واسعه قوي كده وتضيقيها سنه، فبنوصل كده، تمام، وبنطلع ايه لبره شويه. الطريقه دي كده في الحاجات السواريه، الحاجات المجسمه، الحاجات اللي فيها بينس بقى ولازم تبقى فيت قوي على الجسم ولازقه قوي في الجسم. لكن الطبيعي بتاعنا يا اما بنوصل من حردة الابط لحد محيط اكبر هنش وبنوصل دايركت كده على طول. لو عايزه الحاجه اللي انت هتعمليها تبقى واسعه ومريحه عليكي ما تبقاش ضيقه، لو عايزاها مظبوطه شويه بنخش من عند الوسط شويه، تمام، وبنوصل من هنا كده ونطلع ايه لبره. بس انا همشيلك على الكورساج الاساسي اللي احنا بناخده وانتي تكبري او تضيقي على حسب ما انتي عايزه. خلاص احنا كده خلصنا. ده الخلف، ده باترون الخلف، تمام. هنقص خلاص. ده الباترون بتاع الخلف، بيبقى هو كده. هنيجي نطبق على القماش، نحط الباترون على القماش، يبقى القماش متني حتتين اهو.
لو ده القماش بيتني الاول على 2 وبعد كده نحط الباترون عليه ونقص. لما نقص على القماش بعد ما نقص يكون متني، ما ينفعش يطلع كده، ما ينفعش اطلع لك قطعه تبقى عامله كده، الا لو انت هتركبي بقى سوسته من ورا طويله، هتركبي اي حاجه. لكن احنا بنتني القماش حتتين وبعد كده نحط الباترون عليه، والقماش متني نحط الباترون عليه ونبتدي نقص، عشان في الاخر لما يطلع لنا نيجي نفتح كده هنلاقي الايه، شكل البلوزه اللي احنا عايزينها. طب ده الخلف. الامام من غير ما نتعب نفسنا ولا نجيب باترون تاني ولا نقص، هو زي الخلف، ناقص له حاجه صغيره وتعديل بسيط قوي في الرقبه وفي حردة القط. بدل ما احنا كنا هنا نزلنا كام سنتي؟ نزلنا 2 سنتي في الخلف، لا احنا هنا مش هننزل 2 سنتي، هننزل 6-7 سنتي خلاص. وننزل بحيث النزلة اللي تعجبك، اللي تناسب الفتحة اللي انت عايزاها مفتوحة قوي زيادة عن اللزوم، انزلي 10 11 12 على حسب النزلة اللي انت عايزاها. تقيسي كده، تقيسي من عند الكتف بتاعك اعلى نقطة في منطقة الكتف، وتنزلي لحد ما تشوفي، تنزلي بخط مستقيم لحد ما تشوفي انت عايزة الفتحة لحد فين. انا هنزل حوالي 8 سنتي، الخط كده 8 هقفل الخط كده تمام. ونفس الفكرة هطلع هنا 2 سنتي ولا حاجة، دي مش هتتقص، دي فتحة الرقبة، يعني دي فتحة الخلف واللي تحت دي فتحة الرقبة. طب الجيرو هنعمل فيه ايه؟ هما 8 سنتي اللي احنا طلعناهم، بس هنخش جوه حوالي سنتي تمام. هنخش هنا سنتي ونعلم كده، وهنيجي من اعلى نقطة بناخد 1 سنتي وننزل لحد ما نوصل ايه على مفيش، ونطلع لحد ما نوصل على مفيش، وبنقص الحتة دي وبنقص. حطيت ده على ده وقصيت، فبقى ده كده الخلف وده هخليه امام. هنغير الرقبة، دي فتحة رقبة الامام، خلاص ده بقى امام. الاتنين زي بعض، بس بنوسع الرقبة شوية من الامام وبنخش هنا 1 سنتي ونقطع، فبدأ بقى الامام وقطعنا واحد تاني الخلف. وهفكركم تاني، اوعوا تحطوا على القماش وتقصوا كده، لازم القماش يبقى متني قطعتين. عندنا حتة قماش اهي هنتنيها ازاي عشان ما نهدرش قماش؟ هنتنيها كل ده؟ لا، هنتنيها بحيث انها تبقى في حجم الباترون. ما ينفعش كده، هنهدر من هنا وهنهدر من هنا، لا نقلل تاني بحيث ان احنا ما نهدرش قماش. خلاص، ونحط ده الناحية المقفولة، حردة الرقبة بتبقى من الناحية المقفولة، وحردة القبط بالوسط بالهنش بالحاجات دي بتبقى دي الناحية اللي بتبقى مفتوحة تمام. دي بتبقى الناحية المفتوحة، دي الناحية اللي هتتخيط، عشان كده بيبقى في خياطة من الجنبين، الجنب اليمين والجنب الشمال، لكن الرقبة بتبقى من الناحية المقفولة. نثبت كده خلاص ونبتدي نقص زي ما احنا عايزين بالظبط. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده معايا، ولو في اي حاجه مش مفهومه اكتبولي في التعليقات، وياريت اللي مشتركش في القناه يشترك ويكتب لي هل هو فهم فعلا من الشرح ولا لا. الحصه الجايه ان شاء الله هناخد تفصيل الكم اللي مغلب كل الناس، وهناخده بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، وهتعمليه في ثواني من غير بقى حسابات كتير.